عهدنا الذي قطعناه مع هذا الرجل ألا ننساه ما دمنا أحياء. لا ننساه أولا من حيث الذكر الدائم اليومي بالدعاء معه، لا ننساه أيضا من المطالبة بحقه ومتابعة الأيدي الآثمة، هذه الأيدي التي أسالت الدم الزكي ولم تخشى لا من قانون ولا من وقوفها بين يدي الله عز وجل. لكننا، وهذا ما علمنا الله عز وجل، أن نستبشر بمقامه عند الله تعالى، وأن نحسبه من الأحياء الفرحين المرزوقين بإذن الله تعالى. ينبهنا الله سبحانه وتعالى فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله عز وجل يدعونا إلى أن لا نحسب هؤلاء الذين ماتوا جهادا في سبيل الله أموات، بل ينبغي أن نحسبهم أحياء عند الله تعالى. للأطراف الأخرى التي تراهن على تراجع هذا الزخم في متابعة قضية كمال العماري، ونقول بأنهم خاسئون، وأن هذه المطالبة لن تتوقف مهما طالت السنون. سنقف دائما مطالبين بالحقيقة وبالإنصاف وبجبر الضرر، كما نسأل الله عز وجل له أن يخلفه في ذريته وأهله خيرا، وأن يشفي أباه وأمه شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. كما ونحن في هذا الموقف لا ننسى إخوة لنا يقتلون بالليل والنهار، تغتالهم الأيدي الظالمة ويشترك معهم القريب والبعيد. نسأل الله عز وجل أن يرحم إخوتنا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجتهم ويعلي مقامهم. اللهم ارحم موتانا وآباءنا ومن سبقنا إلى الدار الآخرة، وارحمنا إذا يصلنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.